محدش حس بقهرة ووجع لمس قلبه لما حصل له ده. ساعات بيقابلك ناس في حياتك شرها عامي عينيها، لما يبقى اللي منك مؤذي بتتمسمر في مكانك. مليون خطوة ممكن تاخدها علشان تاخد حقك وتدوق وجعك. حسبي الله ونعم الوكيل عمرها ما كانت جملة سهلة. مظلمتي شقت سما وصراخي سمع حي. حلقة النهاردة عن موضوع محدش فينا معناش منه، محدش حس بقهرة ووجع لمس قلبه لما حصل له ده. حلقة النهاردة تقيلة على قلبي أنا شخصيا، الظلم. المرة دي وأنا بجهز النقط اللي أنا هتكلم فيها لقيت الورق عمال بيخلص والكلام اللي جوايا ما بيخلص. الكلام اللي جوايا مش راضي يقف، في استرسال رهيب. المفروض إن أنا بس بجهز نقط، رؤوس أقلام أتكلم عنها. من كتر من الموضوع تقيل على قلبي وأكيد على قلوبكم، خد مني وقت ووجع. سواء كنت تقدر تاخد حقك وانت مظلوم أو ما تقدرش، الخيارين صعبين. لو انت تقدر تاخد حقك بتبقى برضو اتوجعت انك اتظلمت، وبتقعد تفكر في الخطوات اللي انت هتاخدها عشان تنتقم لنفسك. لو انت ما تقدرش بيبقى الويل ويلان. كسرة القلب صعبة. ساعات بيقابلك ناس في حياتك شرها عامي عينيها، عايزين يوجعوا بس، عايزين يأذوا بس. ومعظم الناس اللي بتيجي تأذي سبحان الله كأنهم بيختاروا الناس اللي قلبهم أبيض، اللي قلبهم ما يستحملش الإساءة. الظلم ساعات بنسكت عنه مش عشان احنا ضعف. حاجات كتير بتخلينا نسكت عن ناس وجعتنا. انت تقدر تاخد حقك، عندك مليون وسيلة لانك صاحب حق. الانتقام والأذية أسهل حاجة في الدنيا انت تقدر تعمله. هتلاقي حد يعينك على الشر من غير ما ضميرك يأنبك ولا تتوجع. انت رد فعل مش فعل، انت اتعمل لك فبترد. الناس المؤذية دي بتوقفنا مع نفسنا مليون مرة. حرقة الدم اللي بتوصلك مع الإحساس مصيبة لوحدها، بتضغط العقل والقلب. في الوقت ده هم بيبقوا مبسوطين، فاكرين ان هم حققوا إنجاز عظيم. لذة الانتصار بتبقى فظيعة. ما يعرفوش ان انت ماسك عليهم كلام وحاجات. انت لو بس فكرت تقول بس قانونا يا شرطة او يا قانون، هم مش هيبقوا موجودين في وسطنا، هيبقوا في حتة تانية. بس الغفلة عمياهم. أنا قلت إن السكوت مش ضعف، السكوت ليه أسباب كتير. لو الشخص ده أنت تعرفه فممكن يبقى ليه رصيد غلاوة، رصيد مواقف كويسة. ولو جايلك من شخص ما عداش عليك في حياتك ولا لمحته، بتسكت لأن ممكن يبقى هو تبع حد غالي. أنت لو أذيته هتأذي الشخص اللي غالي عندك ده. تسكت عشان عنده أسرة، فأنت لو أذيته هتتأذي أسرته بالتبعية. أنت بتسكت وزي ما بيقولوا كده بتجضم الغيظ علشان حقك، وانت بتاخده هتدوس في الطريق على ناس تانيين ملهمش ذنب غير ان الشخص ده فرد في وسطهم، جزء منهم. هيدوقوا مرار اللي عمله لانه يخصهم. ممكن يكونوا هم نفسهم مأذيين منه، من لسانه، من اسلوبه، من شره، بس ما باليد حيل. هيعملوا ايه لما يبقى اللي منك مؤذي؟ بتتمسمر في مكانك، بتحاول تتكلم، بتحاول تقيم، بس ساعات بيبقى طبع. الأذى واللسان السام ده بيبقى صعب حد يغيره. الناس بتطلق عليك أحكام بناء على دماغها، بتقعد تعمل سيناريو، بتبقى هي المؤلف وهي المخرج ما شاء الله وهي المشاهد، الحكم والجلاد. الناس دي ممكن تبقى ما تعاملتش معاك، والله ما لمحت طولك، بس تلاقي الأذى كده جايلك من باب انت نفسك ما تعرفوش. تحكيم العقل في الوقت ده بيكون مهم. انت بتاخد وقت ان انا هعمل كذا وهعمل كذا وهبلغ مليون خطوة ممكن تاخدها علشان تاخد حقك وتدوق وجعك. الشيطان بيفضل يلعب بينا كتير، بس لما بيلاقيك كده طولت وبتفكر بيستنى يشوفك هتعمل ايه. انت اوريدي بتفكر في أزمة. في اللحظة دي عقلك بيتملك من تفكيرك اكتر من مشاعرك اللي فيها غضب وثورة. ولما نفكر في النقط اللي احنا قلناها من شوية دي مع بعض، بتلاقي نفسك قررت تسكت وتفوض امرك لله. حسبي الله ونعم الوكيل عمرها ما كانت جملة سهلة. حسبي الله ونعم الوكيل، انت وكلت امرك لله، فوضت كل حاجة حصلت لك لإيد حكم عدل جبار منتقم.
تخيل انت لو حقك هتاخده مرة هيرجعهولك ربك كم ضعف. من كام يوم سمعت فيديو للشيخ الشعراوي الله يرحمه، كان بيقول ان حق المظلوم بيجي في الدنيا، ما ينفعش نوصل ليوم القيامة ويبقى المظلوم ما خدش حقه، عشان ميزان الدنيا يفضل معدول، والظالم ما يفتكرش ان هو هيفضل مكمل وملوش عقاب. حق المظلوم دنيا واخرة، مش دنيا بس. فكرت كتير مليون مرة قبل ما اكتب الكلام ده، قعدت افكر يا ترى ايه اشكال الظلم اللي احنا ممكن نكون تعرضنا لها في حياتنا. ان حد ينتزع من حد حلمه ده ظلم، ان حد يفتري بالكلام على حد، الناس سليطة اللسان المؤذية اللي بتغتاب ده ظلم، قطع الرزق ظلم، انك تخون حد في مصدر امانه ده ظلم. اشكاله كتيرة، مفيش حد فينا ما عداش على واحد او عليهم كلهم. الكلام اللي انا جاية اقوله النهاردة انا بس ماسكة نفسي عن اني اذكر اسباب كتير او حاجات كتير او مواقف كتير، لان اي حاجة هتكلم عنها صحابها عارفينها. انا بس عايزة اقول للناس دي اتقي الله. يعني دايما بيقولك اتأكد من الخبر او المعلومة قبل ما تظلم. ما ترميش الناس بسهام باطل وانت مش متأكد من ده. اللي انت بتتكلم عنه او بتأذيه والله ما ضعيف، هو اقوى منك. مش هقولك العفو عند المقدرة، لا، في ناس ما بتقدرش، في ناس ما بتقدرش تعفو، وطول فترة سكوتها سواء قررت تفويض أمرها لله أو الانتقام، الفترة دي فترة قاتلة. يعني ده حد دمه بيسمم في الثانية مليون مرة علشان هو ماسك نفسه. إن الناس بتستفيد إيه من ده أنا مش عارف. بتلف الأيام وكل واحد هيتردله فعله، وروني وقتها هتعملوا إيه. وقت العصبية والغضب والكلام اللي ملوش لازمة بيعدي. اللي بيندم ويعتذر ويعترف ممكن شوية يتفتح له باب رحمة، لكن الطاغي اللي بيفضل مكمل وشايف نفسه صح وانتصر ووصل للي هو عايزه، ده عقاب ربنا ليه مفيش أكبر منه. الحل إيه في الموضوع ده؟ عندك حاجة من اتنين، يا إما تختار إن أنت تنتقم أو تاخد حقك أو تثأر لنفسك، ودي حاجة مشروعة خصوصا بالطرق المشروعة. عادي انت مش قادر ان انت تقاوم نفسك او تضغط نفسك ان انت تسامح او تسيبها ليد الله. حقك خده بس بطرق مشروعة. الظالم لازم ياخد جزاء. الحاجة التانية العفو، مش اللي هو الصفح. العفو ان انت تمنع نفسك عن ان انت تاخد حقك بايدك وتستنى انتقام ربنا. اللي انت عملته فيا انا مش هعمله فيك، انا هستنى يتردلك بطرق الهية. زي ما احنا بنقول كده، يعني انت لو الكلب عضك هتروح تعضه؟ لو الكلب عضك مش هتعضه. ببساطة انتقام ربنا دايما اقوى، حتى لو انت حسيت ان المدة طالت، بس ان شاء الله الحق راجع عاجل غير آجل. كالعادة خليني اقول لكم خلاصة الموضوع ده كله، حاجة كده زي ما قلت طيب قلب وتشفي غليل. حقي عنده، عمر ما حقي ضاع. وكلت فيك منتقم جبار، قبلك طعني ما شافش تاني نهار. وإن كان على الوجع مين قدر يطفي النار، وإن كان على قلبي واثق في رب كريم. أنا قلت له عنك أنا ربي اسمه عليم، مظلمتي شقت سما وصراخي سمع حي، لكن سمع ربي وبقسم حقي جاي. شكرا ليكم واشوفكم الدوز اللي جاي.